4 انسيالات الماظ شبه بعض، بس كل واحد فيهم بيودي الليرنج في حتة تانية خالص. الانسيالات الالماظ دي خفيفة جدا وكلهم فيهم سلسلة من اللينج لونج، بس الفرق بينهم شكل اليونت اللي في النص، ودي معمولة بطريقة الكلوز سيتنج. شوية فصوص جنب بعض بيدوا شكل حجر واحد كبير، والطريقة دي أنا بحبها جدا في الألماظ، لأن الطريقة دي بتخلي حجم القطعة كبير بس في الحقيقة هي سعرها قليل. والاربع اشكال دول تقدري تعملي بيهم لايرنج، ولو عندك واحد بس منهم يقدر يفيدك في اكتر من كذا شكل اللايرنج، وهوريكم دلوقتي شكلهم ازاي. مهما كان شكل اليونت اللي في النص احنا هنثبت الجروميت اللي كله حجاره الماظ، ومعاه كمان التنس اللي هو جوكر اللايرنج لانه بيليق على كل حاجه. وزي ما قلت لكم قبل كده الانسيالات دي شكلها خطير كل واحد لوحده، ولما تعملي بيهم ليرنج بيبقى شكلهم في حتة تانية خالص. وكل الانسيالات الخفيفة اللي كنا بنتكلم عليها دي من انتاج شركة ايجي دايموند، واللي ما يعرفش ايجي دايموند استنوا الفيديو الجاي هشرح لكم اكتر عنهم. وبس كده، قولوا لنا في الكومنتس انهي انسيال من دول عجبكم اكتر. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.